من ساعه ما بدات اعمل فيديوهات السنه اللي فاتت، وكان في حاجه كده معينه كنت عايز اتكلم عنها، ولكن نسيت للاسف. فكره الحاجه دي حرام ولا عيب؟ يعني مثلا شفت قبل كده خناقه في مكان، يعني اتنين شباب ماسكين بعض بيتخانقوا في الشارع ومش عارف ايه، واللي ماسك طوب واللي ماسك مش عارف حاجات كده في ايده، فالناس قاعده عماله تقول حواليهم عيب يا ابني، عيب يا ابني، ومش عارف ايه وبتاع. فواحد بعد ما الخناقه خلصت واقف بتكلم معاه يعني، فقال لي ده ما ينفعش تقول له عيب، ده فكره عيب اصلا بالنسبه له هي مش موجوده، يعني كلمه عيب هي مش موجوده عنده، هي يا حلال يا حرام. هي الحاجه يا حلال يا حرام، هو بيعمل دلوقتي حاجه حرام، فده لا تقول له عيب، هو العيب مش موجود عنده اصلا. كلمه عيب هي كلمه فضفاضه جدا وبتمط معاك كده، ومختلفه من شخص للتاني، ومتنوعه من مكان للتاني برضو، وما ينفعش تاخدها كحاجه يرجع ليها لما نحصل مشكله. مثلا على سبيل المثال ممكن كلام معين يبقى في محافظه معينه عادي ان هو يتقال والناس بتقوله في الشارع عادي، ممكن في محافظه تانية لما تيجي تقوله يبقى غلط او عيب، او ممكن بلد تانية يكون فيها فعل معين لو عملته فهو ما فيهوش مشكله، بس لو جيت عملته في بلد تانية او عندنا مثلا لا، يبقى في مشكله كبيره وعيب وما ينفعش ومش عارف ايه. فهنا بتحصل مشكله، ان زي ما قلت ان في ناس ممكن الحاجه دي يكون عندهم عيب، الناس على الناحيه التانية الحاجه دي مش عندهم عيب. عشان كده مثلا بيحصل خناقات ما بين الناس، ان هو ناس تقول لك لا عادي اللي هم بيعملوه ده ما فيهوش مشكله، دول بره بتعمله، والناحيه التانية ناس تقول لك لا ده المفروض ان ده غلط وما ينفعش، واحنا المجتمع بتاعنا مش متعود على كده، او ما فيهوش الكلام ده والعادات والتقاليد والقصه دي. فالاختلاف هنا سبب الرئيسي حاجه مهمه جدا، وهو ان احنا ما بقيناش نحكم على الحاجه من منطلق ديني او من خلفيه دينيه، بقينا نبص الحاجه بالعادات والتقاليد والعيب ومش عيب والكلام ده، وسيبنا حاجه مهمه جدا وهي الحلال والحرام. ويا رب ما حد ياخد باله ان انا بكمل الفيديو تاني يوم، السندوتش شكله اتحرق. دلوقتي هكمل عادي خالص ولا كده في اي حاجه. دلوقتي لما بيحصل الاختلاف ما بين حته الدين والعيب او العرف او العادات والتقاليد، المفروض هنا بيبقى في مرجعيه او حاجه احنا بنرجع لها، والمفروض ان الدين هو الحاجه دي اصلا. يعني احنا دلوقتي حطينا حاجتين قصاد بعض، هو ما ينفعش ان هم يتقارنوا ببعض اصلا. الدين له ثوابت ومبني على اركان معينه وعلى احكام معينه، ففكره ان انت تقارنه بحاجه متغيره مش ثابته بتتغير من شخص للتاني من شارع للتاني حرفيا، فدي حاجه ما ينفعش ان هم يتحطوا قصاد بعض اصلا. يمكن من اكبر الامثله على موضوع العادات والتقاليد او العيب او كلام الناس المثال بتاع عم الرسول صلى الله عليه وسلم عبد المطلب. لما جه يموت كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيحاول ان هو يخليه ينطق الشهاده، لكنه رفض ومات على الكفر بسبب عاداته والتقاليد بتاعه الاباء والاجداد بتاعته، وانه خايف ان هو بعد ما يموت الناس تقول ان هو ترك دين ابائه، مع ان عبد المطلب هو كان من اكتر الناس اللي بتحب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن اكتر الناس اللي دافعت عنه وكان بيحبه اكتر من ابنائه نفسهم، ولكن الارتباط الشديد بالعادات والتقاليد والاعراف خليته يترك حاجه مهمه جدا زي الدين. ولكن دلوقتي الموضوع حاسه مختلف شويه، او بالعكس ان هو الناس دلوقتي في دين ومسلمين او اسمهم مسلمين، بس ما بيمشيش باحكام الاسلام، او الاسلام او احكام الاسلام مش هي الحاجه المبدئيه اللي بيرجع لها او المرجعيه الاولى اللي بيرجع لها في قراراته. يعني لان دلوقتي كلمه عيب اصلا بقت حتى مش مؤثره، يعني ولا الدين بقى مؤثر ولا كلمه عيب بقى مؤثره ولا العادات والتقاليد بقت مؤثره. الناس بقت حتى في الحاجات دي بقت بتنحرف عنها، وبالنسبه لهم هي حاجه ضعيفه فما بقتش تفرق معاهم. فتلاقي اغلب الشباب مثلا او اغلب الناس ما بقاش يفرق معاه حتى العيب، بيعمل حاجه ما مش مهم، انا حر. والفكر ده في الغالب جاي من حته الحريه الشخصيه والحريات ومش عارف ايه، وان احنا نقلد الدول الاوروبيه مثلا او امريكا او بتاع، مع ان يعني هم نفسهم عندهم مشكله. يعني هم بيقولوا ان هم بلاد حريات، واحنا طبعا الفتره اللي فاتت شفنا ان هم عندهم ازدواجيه بنت لذينه في المعايير، يعني بيقولوا ان هم عندهم حريات وعندهم كل حاجه، بس ايه الحريه عندهم؟ زنا وشذوذ وعقوق وكل ما تتخيلوا من الكبائر اللي في الدنيا. وده بسبب ان مفيش مرجعيه هم بيرجعوا لها. اغلب الناس هناك بعيد عن الدين، في ناس متدينه اكيد سواء كانوا يهود او مسيحيين او كده او مسلمين برضو، ولكن الاغلبيه مفيش مرجعيه، خلاص ما بقاش في مرجعيه دينيه يرجعوا لها. واحنا بدانا نبعد عن الدين تدريجي من اول ان احنا ما بقيناش نقول الحاجه بمسمياتها، يعني بدل ما نقول الحاجه دي حلال، الحاجه دي حرام، الحاجه دي مكروهه، الحاجه دي لا تجوز، لا بنقول عيب عشان كلام الناس، لا معلش ما تعملش كده عشان غلط في مش عارف ايه، اي كلام وخلاص، لدرجه ان الموضوع نفسه ما بقاش مؤثر دلوقتي. فبقينا نبعد حتى عن العادات والتقاليد وعن العرف والعيب. ومع ان سبحان الله الدين في الحته دي واضح جدا، يعني الدين واضح في حته ان ده حلال ده حرام،
خلاص انت عارف انت هتروح فين او هتيجي منين، رايح تدخل شغلانه جديده فانت عارف ان هي فيها حاجه معينه مخالفه شرعيه، فانت مش هتدخلها عشان فيها حرام فمش هتروحه، خلاص الموضوع منتهي، هتشوف حاجه مكانها. الموضوع ده ما عملتوش بس الناس قالت لك ما ينفعش ما تعملوش عشان عيب، فانت بصيت له ان هو لا مش عيب، ده حلال عادي، يعني حلال ليه انا ما عملتش الحاجه دي، ما تعملهاش عادي مفيش مشكله. الناس هنا مش هتفرق معاك لان ربنا سبحانه وتعالى او الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهاش عن ده. في حاجات في الدين بتبقى ما بين الاثنين، ما بين الحلال والحرام او اللي احنا بنسميها الشبهه، ودي مش كتير على فكره بالنسبه للناس اللي بتقول اصل في شبهه ومش عارف ايه، هو بيبقى باين ان الحاجه حرام بس هو بيحاول يبرر لنفسه لان هو بعد اصلا على فكره كلمه حرام بقت ضعيفه شويه، فبيبرر لنفسه انه يقول لك الحاجه دي فيها شبهه مش عارف ايه، هي الحاجه حرام واضحه جدا يعني. في حاجات معقده شويه بس ده مش موضوعنا، انا بتكلم على الحاجات العامه في الحياه. وبرده ممكن تلاقي واحد مثلا بيتجوز فتلاقي الناس بتقول له لازم تعمل كذا ولازم تعمل كذا ولازم تعمل كذا، حاجات مثلا ممكن تكون مكلفه اوفر او ممكن تكون مش مريحه بالنسبه له، بس هو هيضطر يعملها عشان بس كلام الناس، مع ان هو لو رجع للدين هيلاقي ان الدين ما بيقولش كده خالص في الحته دي، فهنا لو ما عملهاش هو مش حرام عليه عادي. فلازم يكون في نقطه اساس بننطلق منها وبنرجع لها كل ما بيحصل مشكله. وربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القران فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والى الرسول، يعني اي حاجه يحصل فيها اختلاف حاسس انك مش فاهم هي رايحه فين ولا جايه منين، ارجع للدين، ارجع للاساس. يعني عادل امام في الفيلم بتاع حسن ومرقص كان بيقول له لما كان في المسجد كان بيقول هو الدين بيقول ايه، طبعا هو في الفيلم اكيد كانوا واخدينها على مبدا السخريه يعني، بس هي دي جمله صح، اللي هو الدين بيقول ايه فعلا في الحاجه اللي انا داخل اعملها، الدين بيقول ايه في الشغل اللي انا بعمله، الدين بيقول ايه في الحاجه اللي انا بعملها دلوقتي، ايه حكم الدين في طريقه تعاملي مع الناس مثلا. فالموضوع سهل وبسيط بس المشكله ان احنا بعدنا عنه، والاغلب للاسف بسبب ان هو متربي من هو صغير على كلمه عيب عيب عيب، فكلمه حلال وحرام ما بقتش تفرق قوي بالنسبه له، وهنا سبب المشكله اصلا. لو في حاجه يقدر الواحد يعملها الفتره الجايه فهي هتكون ان هو ما يتكسفش ان هو يقول الحاجه دي حلال والحاجه دي حرام، زي ما الناس بتاعت سيبني في حالي ومالكش دعوه بيا بجحين وعندهم قدره على انهم يكونوا عندهم قدره ان هم يعملوا الحاجه الغلط دي بشكل عام كده قدام الناس كلها، فليه انا كمان ما اطبقش ديني بشكل عام وقدام الناس كلها وما اتكسفش؟ ان الواحد يظهر تعليم دينه ويسمي كل حاجه بمسمياتها من غير ما يخاف ومن غير ما يتكسف ومن غير ما يعمل حساب ان ده هيبص لي بصه مش عارف ايه، ده هيقول لي مش عارف ايه، ده انت شكلك هيبقى وحش قدام الناس. وبس ده كان فيديو سريع لطيف، اتمنى ان هو يكون فعلا مفيد. استني طبعا رايكم في الكومنتات في الموضوع دوت بالذات، ولو اول مره تتفرج ففي حلقات تانية على القناه ممكن تبقى تدخل تبص عليها بصه، وايه بس كده، سلام.